لا صوت يعلو فوق صوت محاولة اغتيال دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في قاعة واشنطن بفندق هيلتون واشنطن من خلال ايفنت تم عقده للمراسلين الخاصين بالبيت الأبيض في واشنطن. ولسنا هنا بصدد تحليل أو تفنيد أو قول فصل في صحة أو كذب هذه الواقعة، لكن من خلال كل المعلومات التي اطلعنا عليها من خلال وكالات الأنباء وخاصة فوكس نيوز في واشنطن اللي أثارت حول هذه الموقعة، وأنا أسميها بين ظفرين الموقعة، أنها لا تحتاج إلى محلل سياسي، بل تحتاج إلى ابن سيرين كي يفسر لنا هذا الحلم، أو نستحضر روح نبي الله يوسف كي يؤول لنا هذا الحلم. أولا، من قام أو نفذ هذه العملية أو محاولة الاغتيال الفاشلة جاست تيتشر، يعني مجرد مدرس غلبان من كاليفورنيا، وكان أحد نزلاء هذا الفندق. الفندق طبعا متأمن من شهر فات 1 month ago، ف يعني متأمن تأمين 1000% من خلال الحرس، وخصوصا ان القاعة دي سمعتها كانت سيئة، ان تم اغتيال رونالد ريجن او محاولة قتله او اغتياله في هذه القاعة بفندق هيلتون، وبيعزلوا طبعا كل نزلاء هذا الفندق في سويت او جناح بعيد تماما عن هذه القاعة. ثانيا، شعبية دونالد ترامب أصبحت في التراب في الحضيض. الراجل محتاج يعني شيء يبقى بمثابة موتيفيشن أو دافعية، لأن احنا نبتدي نعمل له شعبية من أول وجديد. الراجل خلاص يعني بعد هذه الحرب اللي بنعتبره فيها خاسر، يعني مع الفارق أو مع ضعف القياس ما بين فيتنام وأفغانستان وما حدث للقوات الأمريكية هناك وما حدث في هذه المواقع أو الحروب الشبه صفرية في النتائج. كذلك الحرب الإيرانية الخليجية هي معادلة صفرية حتى الآن، لم تؤتي ثمارها التي كان يرغبها أو يرجوها كل من في الخليج ومن أمريكا وإسرائيل، لم تؤتي ثمارها. بالإضافة إلى أن السيدة المبجلة المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي قالت حرفيا لفوكس نيوز: سيلقي ترامب اليوم أو سيقول كلام هو بمثابة ضرب نار، زي ما بنقول عندنا كده ده الراجل كان كلامه ضرب نار. هي لم تقصد السيدة أن هيكون ضرب نار، لا، هي بتقصد إن الكلام هيبقى قاطع وحاد وفي معلومات جديدة. بالإضافة للمكالمة الهاتفية اللي جت من خلال جوزها وبيطمن عليها وبيقول لها خدي بالك من نفسك. بالإضافة للاثنين اللي كانوا قاعدين بياكلوا في القاعة لا يلقون بالا، وكأنها بطولة إن لما تلاقي ضرب نار واغتيالات ومحاولة اغتيال أكبر رئيس دولة في العالم وأقعد آكل وأشرب بالشوكة والسكينة، يعني هذا شيء يعني ضرب من الخبل، مش من الخيال، ضرب من الخبل. فأنا أعتقد زي ما قلت سابقا إن هذه مسرحية نفذت
نفذت بممثلين رديئين وإخراج سوقي أو عشوائي، بالإضافة إلى البابيون والبدلة. وطبعا الأخ المدرس ده جردوه من ملابسه العلوية وعملوا مسرحية القبض عليه وضربوا كام عيار في الهواء، وابتدوا يعني يحموا السيد الرئيس، رئيس أكبر دولة يعني في العالم، رئيس اليو اس اي دونالد جي ترامب. يعني ما أسخف هذه الأحداث. وأعتقد أن الأيام المقبلة ستفصح وستجيب على هذه التساؤلات، على هذه المرصحية. ورأي جورج بي أبيض ويوسف بي وهبي، المرصحية على المرصح، ايفنت في قاعة واشنطن في هيلتون واشنطن في العاصمة دي سي واشنطن. شعبية ترامب هي التي جعلت مستشاري، والعلم عند الله هذه تكهنات وهذه استنتاجات واستقراء لما حدث. لأن اللي حدث أو هذه المحاولة كأنها محاولة إعادة طلب رقم محمول. من فضلك تأكد من الرقم وأعد المحاولة. قلنا وسنكرر وسنقولها مرارا أن هذه المحاولة لاغتيال دونالد ترامب تحتاج إلى عراف أو مشعوذ أو حد يعني بيفك السحر ويقرا الودع، أو حد بيأول الأحاديث أو الأحلام، أو حد زي ابن سيرين رحمة الله عليه بيفسر الأحلام. إنما محلل سياسي كده يحلل سكر أحسن، أو يحلل دم الصورة كاملة يعني عشان يطمن على صحته. سلام يا كوتش، بقت مخرجين من هوليود مش تجيب من تحت بير السلم.